ركز معايا في ملخص الفيلم ده علشان الفيلم معقد جدا ومحتاج تركز في كل كلمة بقولها علشان تفهمه. فيلمنا بيبدأ بعلي وهو صاحي من النوم مفزوع، وبيقول انه مش بيقدر يفرق من الحقيقة والحلم، وبيبقى مش عارف هو في انهي عالم فيهم. وبيقوم يعمل شاي وايده بتتلسع من الكاتل، وبيجهز نفسه علشان ينزل شغله، وبيكون يوم 30 مارس، وبيكون شغال سواق اوبر، وبيجيله طلب من شخص اسمه ناير محفوظ، وبيركب علشان يوصله. بس وهو في الطريق بيقف علشان الإشارة، بس بيجي حد بموتوسيكل وبيضرب نار على دكتور ناير محفوظ، وبعد كده بيجروا، وعلي بيبقى مش عارف يعمل ايه. بس بعد كده بنلاقيه وهو صاحي من النوم ومفزوع تاني، وبيقول ان هو مجرد حلم، وبيقوم برضه علشان يشرب الشاي بتاعه، بس بيلاقي علامة اللسعة بتاعت الكاتل موجودة في ايديه، وبيبقى مستغرب جدا. وبعد كده بتجيله حنان جارته وبتديله تليفونه علشان كان مديهولها تصلحه، وبيديها تليفونها علشان كان شغال بيه اليوم اللي فات لغاية ما تليفونه يتصلح. وبيروح للدكتورة النفسية بتاعته وبيقول لها عن الحلم الجديد، وبتقترح عليه ان هو يجدد حياته ويروح يزور امه واخوه وابنه. ولما بيروح بيبان ان في مشاكل ما بينهم، فبيسيبهم وبيمشي. ولما بيروح بيقعد يشرب ويسكر، وبعد كده بينام وبيحلم تاني بدكتور ناير محفوظ في المكان اللي خده فيه بعد ما اتقتل. بس لما بيصحى من النوم بيشوف حاجة غريبة جدا وهو ماشي في الشقة، وهي انه بيلاقي جثة دكتور ناير محفوظ عنده في البيت، وبيتأكد ان هو كده مش حلم وانه حقيقة. بس بيبقى مش عارف اي حاجة غير اللي شافه وناسي الباقي. وبيتصل بصاحبه عادل المحامي وبيقول له انه يجيله بسرعة، بس وهو بيكلمه بيلاقي الشرطة بتخبط وبيكسروا الباب وبيخشوا. وعلي بيبقى مش عارف يقول ايه غير ان هو حلم. والشرطة بتلاقي مسدس الجريمة والجثة عنده في البيت، فبياخدوه. وهو في طريقه للقسم بيفتكر كل حياته، وهي ان امه كانت بتعمل علاقات مع رجالة غريبة، وانه كان بيشوفها بعينه وهو صغير وهي بتخون ابوه، وانه شاكك انه اصلا مش اخوه. وبيفتكر كمان هو عرف مراته ازاي، وهي لما كان هو واخوه في بار واتعرف عليها هناك، ولما اتجوزوا وخلفوا زهقت من العيشة معاه وحاولت تنتحر بسبب انها مش عايزة تكمل معاه. وانه في يوم دخل عليها لقاها بتخونه مع اخوه وخنقها لغاية الموت. وساعتها برضه كان يوم 30 مارس، وبيقعدوه في زنزانة لغاية ما يجي ميعاد محاكمته. بس وهو هناك لما بياكل بيغمى عليه، ولما بيصحى بيلاقي نفسه في عربية الاسعاف، وبيكون موجود لبس جنبه، وبيبقى كل الناس الموجودة في العربية مقتولة. وبيغير وبيروح لصاحبه عادل وبيخليه يروح يجيب حاجته من البيت. وعادل لما بيروح بيته بيلاقي حنان وبيقول لها انها تجيب حاجة علي من البيت، وبتتحايل عليه انها تروح معاه علشان تشوفه. فبتجيب حاجته وبيروحوا له، وبتقول له انه وهي بتجيب حاجته من الشقة لقت الجواب ده في بيته. ولما بيفتحه بيلاقي فيه ربع من بطاقة ناير القتيل، وبيلاقي ورقة مكتوب فيها عنوان. وعادل بيقول له ما ينفعش تقعد هنا علشان ده اول مكان الشرطة هتدور عليك فيه. وحنان بتاخده تقعده في شقة لسه شارياها جديد ومحدش عارف عنها حاجة. وبعد كده بيروح للعنوان اللي مكتوب في الجواب، وبيلاقوها بنت اسمها هند. ولما بيسألوها عن علاقتها بدكتور ناير بتقفل الباب وبتجيلهم بمسدس، وبتبقى خايفة منهم جدا. بس بيفهموها ان مش هما اللي قتلوه، وانهم لقوا جواب في ربع بطاقته وعنوانك علشان كده جم. وبتوافق تدخلهم، وبتقوله ان هي كمان معاها ربع من بطاقته، وعلشان كده من ساعتها وهي خايفة علشان امها مريضة وهي الوحيدة اللي جنبها. وبيستنتجوا ان معنى كده ان في 2 تانيين معاهم الربعين الباقيين من البطاقة. وبيخلوها تحكي عن علاقتها بدكتور ناير، وهي انها كانت مقدمة على شغل في شركة كبيرة، ودكتور ناير هو اللي عمل لها الانترفيو النهائي. ويوم الانترفيو بيقول لها انها نجحت في كل الاختبارات اللي هي عملتها وجايبة درجات عالية جدا، وعلشان كده هو مش هيقبلها. وبتبقى مستغربة جدا من كلامه. بس وهي مروحة من عنده وراجعة بيتها دكتور ناير كلمها في التليفون وقال لها انها شاطرة جدا لدرجة ان هو مستخسرها في الشركة، وعلشان كده هو محتاجها في مشروع خاص. بس ملحقتش تعرف ايه هو المشروع علشان كان اتقتل. وبعد ما عرفوا عن علاقتها بدكتور ناير بيمشوا، وهم راجعين وفي المواصلات بيشوف تليفون حنان، وبيقول ان هو ده التليفون اللي كنت شغال بيه وقت الحادثة لما تليفونه باظ، وهي اديتهوله علشان يشتغل بيه. وشاف اخر خط سير بينه وبين دكتور ناير من لوكيشن الرحلة، وبيروحوا عليه وبيلاقي بواقي دم على الارض، وبيدور على اي حاجة تفيده، وبيلاقي تليفون دكتور ناير بس بيبقى مش راضي يفتح. وحنان قالت له انها هتوديه لحد يصلحه، وبيقول ان اكيد هند اللي راحوا لها دي مخبيه حاجه ولسه ما قالتهاش. وبيروحوا لها في اليوم اللي بعده وبيهددوها بالقتل لو ما اتكلمتش وقالت كل حاجه. فبتقول لهم انها قابلت دكتور ناير وكان عايزها في مشروع تخليق فيروسات بسبب مرض كورونا الاخير كان مؤامره وبفعل فاعل، وان هي دي الحرب الجديده. علشان كده هو بيتوقع انهم ممكن يعملوا كده مره تانية، وعايز يكون عارف كل تخطيطهم، ويكون معاه تحليل مفصل عن تخليق الفيروسات القادمه وكل الامراض اللي ممكن يتسببوا فيها، وكمان يكون معاه العلاج بتاعها علشان المره الجايه هتكون اسرع
انتشار واخطر كمان، وعلشان كده عايز يعمل علاج الفيروس قبل ما هم يعملوه علشان يحمي البلد، وانها وافقت تشتغل معاه، والمفروض انها كانت تقابله يوم 30 مارس يوم الحادثه. وبعد كده علي بيهددها بامها علشان تعمل حاجه معينه، وهي انها تروح الشركه علشان يستفادوا باي معلومه جديده. وفعلا لما بتروح بتلاقي واحد تاني كان مع مشروع دكتور ناير، ولما بتجيبه بيبقى معاه الربع التالت من البطاقه، وبيقول لهم انه كان شغال مع الدكتور في المشروع، وانه كان بيجند الناس اللي على كفاءه عاليه معاه، وانهم كانوا شغالين على المشروع بسريه تامه. بس وهو بيتكلم الباب بيخبط، ولما بتفتح له بيخش واحد بيكون عارفهم كلهم، وبيكون معاه الربع الاخير من البطاقه، وبيقول له ان هو اللي انقذه من الزنزانه ووداه على عربيه الاسعاف، وبيقول لهم انه عايزهم يوديهم مكان، وبيخليهم يقابلوا مرات دكتور ناير، وبتقول لهم انها بتحمي مشروع دكتور ناير، وانه كان معاه فلاشه لما مات عليها معلومات عن المشروع بس ما لقوهاش في جثته، وان المفروض علي عارف هي فين، ولو جاب لها الفلاشه هتهربه بره البلد. وبتسيبهم وبتمشي. وبعد كده علي بيكون في البار وعمال يشرب ويرقص، وحنان بتيجي تقول له ان تليفون ناير اتصلح وبتاخده علشان تروح تجيبه، وفعلا بتاخده من الراجل اللي صلحه. بس وهي بتاخده منه في ناس بتموته وبيضربوا عليهم نار، فبيهربوا وبيرجعوا على البار تاني. وهم في البار بتشتغل اغنيه معينه، ساعتها علي بيسرح في الاغنيه وبيغمى عليه، وبيفتكر باقي يوم الحادثه، وهي ان الدكتور ناير وهو بيموت اداله فلاشه، وساعتها راح حطه في الصحراء بس ما يعرفش مين اللي جابه في بيته تاني. وبعدها راح غسل العربيه من الدم، وبعد كده راح لعادل صاحبه وخبى الفلاشه عنده في البيت. وبعد كده بيفوق وبيكون عارف ان الفلاشه عند عادل في البيت، وبيقول لحنان انها تتصل بهند وتقول لها انها تروح له عند عادل. ولما بيروح له فعلا بيلاقي الفلاشه وبيديها الهند تشوف عليها ايه، ولما بتحطها في اللابتوب بتلاقي كل الفايلات عليها باسورد الا فايل واحد بس، ولما بتفتحه بتلاقي لستة عليها صور واسماء كل الناس اللي في مشروع دكتور ناير. ولما بيفتح تليفون دكتور ناير بيلاقي في رساله جات له يوم 30 مارس فيها لوكيشن معين يروح له من واحد اسمه زياد صلاح، وبيلاقي اسمه من ضمن الليسته بتاعه المشروع، وبيرجع الفلاشه لعادل تاني وبيروح للوكيشن اللي في الرساله. وبعد كده عادل بيوصل هند، بس وهو بيوصلها بيقول لها ان علي مريض نفسي ومش لازم تصدقي كل حاجه بيقولها، وبيخليها تروح تقابل دكتوره علي، وبتقول لها ان علي مرضه نادر جدا، وهي انه يوم 30 مارس بينسى كل حاجه حصلت له في اليوم ده، وبيكون فاكر انها حلم. وبتسالها ليه تحديدا يوم 30 مارس، فبتقول لها ان ممكن يكون بسبب موقف معين حصل له في اليوم ده او اي سبب تاني، وان المرض بدأ عنده من 3 سنين، واول سنه تهيأ له ان امه بتخون ابوه وهو كبير، وتاني سنه تهيأ له ان مراته بتخونه مع اخوه وقتلها، وان السنه دي تالت سنه ليه. ودكتور ناير ده القصه الجديده بتاعته، وان لما قتل مراته بعدها بيوم صحي وفاكر انها اختفت، والناس كلها فعلا بتكون فاكره انها اختفت علشان دفنها في مكان محدش يعرفه الا الدكتوره بس بتكون عارفه ان هو اللي قتلها، علشان هو اعترف لها بكده لما افتكر انه قتلها. وازاي بقى بيفتكر اللي حصل له في اليوم ده بتكون مش متاكده بالظبط، بس ممكن يكون بسبب كلمه حصلت له في اليوم ده او موقف معين او مكان معين او اغنيه معينه، وان فعلا في اغنيه لما بيسمعها بيفتكر اللي بيحصل يوم 30 مارس. وبعد كده بنروح لعلي وهو رايح لمكان اللوكيشن اللي موجود في الرساله، وبيكون مصنع مهجور ومش بيلاقي فيه حد، بس بيجيله واحد كان مراقبه ونزل وراه، وبيبقى شغال تبع منظمه اجنبيه، وبيكون هدفهم انهم يبوظوا مشروع دكتور ناير، وبيكون عايز يقتله، وبيخليه يرمي المسدس وبيستهزأ بيه وبيرمي هو كمان المسدس، وبيكون عايز يقتله بايده وبيفضل يضرب فيه، بس حظه انه وقع عند المسدس فخده وضرب عليه وبيموته. وبعد كده بينزل لقبو المصنع وبيلاقي زياد صلاح صاحب الرساله، وبيخليه يقول له كل حاجه، وهي ان المشروع كان شغال بطريقه سريه جدا لغايه ما في منظمه اجنبيه تابعه لجماعات ارهابيه عرفوا بالمشروع اللي هم بيخططوا ليه، وعلشان كده خلصوا من ناير وقتلوه. ودلوقتي بقى عايزين الفلاشه اللي عليها المشروع، وبيبقى المشروع على فلاشتين، اول واحده مش مهمه علشان عليها الفيروس والامراض نفسها، ودي هم هيعرفوا يعملوها وسهل جدا ان المرض ينتشر بين الناس، لكن بقى الفلاشه التانيه هي اللي مهمه علشان بيبقى عليها العلاج بتاع المرض نفسه، ودي بقى هم مش هيعرفوا يعملوها، وبيسالوا فين فلاشه العلاج بس بيكون مش عارف. وبعد كده بنروح لعادل وصاحبته في الشقه، وبيكون شغال على التلفزيون اهم مذيع في مصر واسمه توفيق. وبعد كده الباب بيخبط وبيلاقيه هو، وبيكون معاه رجاله وسلاح، وبيكون هو كمان شغال تبع المنظمه الاجنبيه، وبيقول له انه عارف ان الفلاشه هنا، وبيفضل يضرب فيه علشان يقول له مكانها. ولما بيهدده بصاحبته بيقول له مكان الفلاشه، وبيكون معاه بنت هاكر علشان تفتح الملفات اللي عليها باسورد، ولما بتفتح الملفات بيلاقيها الفلاشه اللي
اللي مش مهمة اللي عليها الامراض نفسها، وهو بيكون عايز الفلاشة التانية اللي عليها العلاج. وبعد كده بننتقل لهند وهي راجعة البار، وبتلاقي غادة وصاحب ناير مقتولين، وبتكلم علي وبتقوله، وبتروح علشان تقابله. وتوفيق بيبعت له ريكورد وبيقول له كل اللي انت فيه ده بسببي انا، وان هو اللي مخطط ليه، وان غادة مش مرات دكتور ناير، بس ده كان تخطيط هو عمله علشان يجيب الفلاشة ويديها لها، وساعتها هتكون الفلاشة معاه، وموتها علشان خلاص دورها خلص. وانه خطف حنان وقتلها علشان هو موت له الراجل بتاعه ويبقوا كده خالصين. وانه بقى عايز منه الفلاشة التانية اللي عليها العلاج ويجيبها له على عنوان هو اداهوله، ولو ما عملش كده هيقتل ابنه وامه. وبيقعدوا يفكروا ازاي هيجيبوا الفلاشة التانية، وعلي مش فاكر باقي اللي حصل في يوم الحادثة. وهند بتفتكر كلام الدكتورة ان في اغنية معينة لما بيسمعها بيفتكر اللي حصل له في يوم 30 مارس، وبتشغلها فعلا، ولما بيسمعها بيبدأ يسرح ويغمى عليه. وفي المرة دي بقى شاف الحادثة كاملة، وافتكر ان دكتور ناير وهو بيموت قال له ان الفلاشة التانية مع واحد اسمه زياد. ولما فاق زعق لزياد علشان كل ده الفلاشة معاه ومش راضي يقول، بس بيقول له انا لو قلت لك ان الفلاشة معايا هتروح تديها له وهتبوظ المشروع اللي كنا شغالين عليه بقالنا سنين. بس برضه بياخد منه الفلاشة وبيروح للمكان اللي قال له عليه المذيع توفيق، وبينزل هو وزياد بيلاقوا فرح مرات دكتور ناير الحقيقية وهي نازلة من العربية. وزياد علشان صاحب دكتور ناير بيكون عارفها، وبتكون هي كمان شغالة تبع المنظمة الأجنبية، وهي اللي قالت لهم عن المشروع اللي بيعمله دكتور ناير، بما انها قاعدة معاه في البيت على طول وعارفة عنه كل حاجة. وبتقول لعلي انت اللي حظك وحش علشان المفروض ان دورك كان خلص من ساعة ما دكتور ناير اتقتل، علشان ساعتها هتكون ناسي كل حاجة، بس انت اللي خدت الفلاشة من دكتور ناير وخبيت جثته، وبعد كده بتاخد منه الفلاشة. وبتقول له انه يجيب هند من العربية علشان هي كمان جزء من المشروع. وفعلا بيطلع لها وبيخلي هند تنزل من العربية، وبيركب هو وبيخش بيها المصنع وبيدخل فيهم كلهم. ولما بينزل من العربية بيلاقيها واقفة بالمسدس وكانت لسه هتقتله، بس زياد بيضرب عليها نار وبيموتها. وعلي بيبلغ الشرطة بكل حاجة وبيقبضوا على المذيع توفيق. وبعد كده علي بيروح للدكتورة النفسية بتاعته وبيكون مكتفها، وبيقول لها ان فرح مرات دكتور ناير قالت حاجة لفتت انتباهي ليكي، وهي لما قالت انه هينسى كل حاجة يوم 30 مارس، وانها عرفت منين انه هينسى في اليوم ده، وكمان ليه دكتور ناير مات يوم 30 مارس بالظبط. وبيخليها تعترف له وتقول له الحقيقة، والحقيقة ان هي كمان شغالة تبع المنظمة الأجنبية، وانهم بيستغلوا المرضى النفسيين للمهمات بتاعتهم على حسب حالة المريض، وان حالتك كانت انسب حالة في المهمة دي علشان هيبقى ناسي كل حاجة. بس بيقول لها هو انتوا وصلتوا لي ازاي؟ فبتقول له السؤال الأهم انت وصلت لي ازاي؟ وساعتها بيفتكر اخوه علشان هو اللي رشح له الدكتوره دي، وبيروح له وهو معاه شوال ومسدس، وبيقول له ان اول حادثه ليا يوم 30 مارس اللي هي كانت خيانه امنا، وطلع عندي حق فيها علشان لما عملوا تحليل الدي ان ايه قبل الحادثه بفتره النتيجه كانت بتقول انهم اخوات بس مش من نفس الاب، ومعنى كده ان فعلا امه كانت بتخون ابوه. وتاني حادثه يوم 30 مارس هي خيانه مراته مع اخوه، وهو ما خانهوش في نفس الليله دي، بس هو كان معجب بيها لما اتعرفوا عليها في الديسكو، وبيقول له انه حبها وكان عايز يحميها منه، وكان بيكلمها بطريقه زياده عن اللزوم وبدون حدود، وبكده فعلا كان بيخونه مع مراته. وحصل كده يوم 30 مارس علشان دي الافكار اللي في عقل الباطن. وتالت حادثه يوم 30 مارس وهي حادثه دكتور ناير، وان تليفون ناير وتليفون حنان عليهم ابلكيشن مزيف شبه اوبر بالظبط، والتليفونين متوصلين ببعض علشان دكتور ناير مهما يطلب عربيه يجيله عربيه علي وبس علشان يركب معاه. وفرح مرات دكتور ناير عطلت عربيته اليوم ده علشان يطلب اوبر ويركب معاه، وان فعلا هو وحنان شغالين تبع المنظمه الاجنبيه، وان اخوه هو اللي خلاها تسكن فوق علي علشان تقرب منه ويبقوا جيران. وبوظت تليفونه قبل الحادثه بيوم علشان يوم الحادثه يكون معاه تليفون حنان اللي عليه الابلكيشن المزيف بتاعهم. وبعد كده بيفتح الشوال وبيكون فيه حنان وكان هيقتلها، بس اخوه بيقوم وبيتخانق معاه. وبعد كده بنسمع وبنبقى مش عارفين الطلقه جت في مين بالظبط. وبس كده فيلمنا يكون خلص. فياريت لو الفيلم او الملخص عجبك تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان لما انزل الافلام الجديده يجيلك اشعار بيها. ودي الفيديوهات اللي عندي في القناه، وياريت تشوف اخر فيديوهات عشان مش واخدين حقهم خالص يعني. وبس كده اشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.